اللي وصلوا البوليس قلبوا الدار كامله وما لقاو والو، وطلبوا مني نعمر تقرير وقالوا لي بلي غادي يديروا دوريات في المنطقه اللي انا فيها. وقبل ما يمشيو البوليس شفت واش ليندا عيطات ليا وما كنحط اتصال منها، ولكن الحاجه اللي خلات حرفيا الدم يجمد في عروقي لقيت بزاف ديال المكالمات خارجين من تليفوني نحو ليندا، وحده مع 3 و12 دقيقه، وحده مع 3 و14، 3 و17، 23 دقيقه، وحده اخرى مع 3 و56. وانا عارف مزيان بانني ما عيطتش ليها نهائيا. هنا غادي نفتح الرسائل ولقيت رساله من عندي مع 23 ديال الليل. ما قدرتش نعس، غادي ندوز عندك، خلي الباب الخلفي محلول باش ندخل. الصراحه حسيت بواحد الرعب اللي ما يمكنش. المصيبه هنا بان ليندا غادي تجاوب. سمح لي وكنت ناعسه، وجليتي السارود ديال الدار مره اخرى، خليت الباب محلول غير ما تطولش. بلا ما نفكر جريت وزديت كاع البيبان والشراجم ديال الدار، وزيت مع هذيك العصا ركبت في الطوموبيل وجري وحده للدار ديال ليندا تما فين بات عند الام ديالها. ملي وصلت شفت الباب الخلفي ديال دارهم محلول، حسيت بواحد التبوليشه كامله في الجسم ديالي. دخلت وانا شدت مع هذيك العصا ومستعد نضرب اي واحد جا قدام. عيطت ليندا واش بخير؟ والو غير السكاك. عاود عيطت ليندا وفجاه سمعت الغواش مكتوم جاي من الفوق. غادي نطلع الدروج بجري وغادي نحل الباب وما كان والو، الغرفه كانت خاويه. بقيت مصدوم وكنفكر حتى سمعت عاوتاني الغواش مره اخرى، ولكن هاد المره كان من الحاسوب ديالها. وين فوا غادي نحل البيسي يعني غادي يجيو في نفس الموقع اللي كنت شفت من قبل، ولكن هاد المره ماشي بنت وحده، كانوا جوج. الاولى كانت طايحه في الارض وسط واحد البركان من واحد السائل غامق وكيبان خادر. الصراحه ما كنتش عارف شنو هو. اما الثانيه عرفتها، عرفت صوتها، كانت ليندا. هنا غادي تجيني لحظه ادراك فينا هي الام ديالها اللي كانت مريضه وجات تبات عندها. هي الوحيده اللي غادي تعطيني التفسير ديال هذا الشيء اللي وقع. هبطت كنقلب عليها في الدار كامله ولكن ما لقيتهاش. هنا غادي نصون ليها وقالت لي بانها مشات تبات عند ولدها، وانا ما بغيتش نخلعها وقلت لها بغيت نسول فيك واش بخير. قالت لي ليندا بلي راكا مريضه شويه، وبالفعل غادي تقول لي راني مريضه وجيت عند ولدي وليندا راه خليتها في الدار. عاودت رجعت وانا نحل البيس وبانت لي ليندا والوجه ديالها عامره بالدم والفم ديالها مخيط بالخيط وسد عينيها بالجهد وكتغوط بالله اللي خلقها، وداك الصوت كيتسمع في الاعماق ديال الجسم ديالي. بديت كنبكي وما قدرتش نتيق. شديت تليفوني وعيطت على 911 مره اخرى، ولكن قبل ما يكمل حتى رنه وحده جاوبني الصوت ديال راجل غليظ وخشن. ما كانش خاصك تعيط، غادي نتجمد في بلاصتي. كيفاش قدر يحول الاتصال ديالي؟ هزيت التليفون وزديت الخط وهربت من الدار بجريه. مشيت لاقرب دار وبديت كنخبط في الباب بالجهد. حلات لي الجاره ديال ديك الدار وكانت خايفه ومصدومه. دخلاتني عندها وبقيت كنشرح ليها شنو وقع وانا كنبكي. دابا وانا كنكتب هادشي في تليفوني باش ما يتنساش عليا، وفي نفس الوقت كنحاولوا نعيطوا للبوليس ولكن حتى الاتصال ما كيدوش، وحتى التليفون فيكس ما خدامش. كنظن بان شي واحد كيلعب بالشبكه ولكن غنبقاو نحاولوا. انا خايف على راسي وخايف على ليند وخايف حتى على الجاره اللي توقع لي شي حاجه بسبب ما عرفتش اش غادي يوقع ليا ولا ما سمعتوش عليا مره اخرى. بغيتكم تاخذوا هذه النصيحه بجديه، بعدوا من الدارك ويب. عافاكم بعدوا من الدارك ويب. وداعا حتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. الا بغيتو بحال هاد القصص ويكونوا طوال شويه فغادي نبقى ندير لكم فيديو كل سبت بطبيعه الحال. الا بغيتو ما تنساوش تقولها لي في لي كومونتير، وللتوضيح فهاد القصص حقيقيين 100% وقعوا للناس في ارض الواقع. ويقدر شي واحد فيكم وهو كيتفرج في هاد الفيديو وقعت له شي قصه مع الانترنت ولا شي حاجه كتخلع، ها هو الانستغرام ديالي. الا بغيتي تشارك معنا القصه ديالك ما عليك الا تصيفط لي القصه وانا غادي نقراها. الا عجبتني غادي ندير عليها فيديو في يوتيوب. حتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. ما تنساوناش بلايك وتابوناو في القناه. كان معكم العارق والسلام عليكم.